المغرب كان ما غيمشي حتى في هذه التنازلات كلها، رغم انه السياق لم يكن يعني يفرض ذلك. احنا منتصرين، الجبهه من 91 وهي انفرط عقدها، كان بالامكان ممكن نعطيها في حاله الهزيمه، في حاله المغرب راه في وضعيه حرجه بحال اللي كنا في الثمانينات الى اما المغرب فيه صعود اقتصادي سياسي، دوله صاعده، البنيه التحتيه راه ماشيه بين ربما غننتقلوا ماشي مبالغه نقله عظمى من هنا ل 2030 غادي نخليو الجزائر في دائره، وحنا غنمشيو للدائره ديال الدول الصاعده لي بي ايميرجون والى اخره. حنا في هذه الوضعيه كلها وسياسيين مرتاحين، ما عندنا معارضه اللي كتهدد النظام، ما عندناش احزاب الان اللي كانت تشاكس النظام في الشرعيه بحال اللي كنا في السبعينات والستينات والى اخره. الحركه الثوريه سواء كانت اليساريه او بعدها الحركات الاسلاميه اللي خدات عليها المشعل، ماشي كنقصد الحركات الاسلاميه اللي كتامن بالشورى والديمقراطيه، وانما الحركات المسلحه. ومن الصدف انه باش تعرفوا الجزائر الخلفيه ديالها احتضنات الحركه ديال المسلحه ديال ما كان يسمى بالثوره الموؤوده ديال 73 اللي كان كيقودها التيار ديال الفقيه البصري اليساري من اجل قلب النظام الرجعي حسب تعبيراتهم انذاك ديال الملكيه والرجعيه. وفي نفس الوقت في الثمانينات احتضنات التيارات اللي خرجت كلهم خرجوا من الشرق على اي حال، احتضنات التيارات ديال الحاكمي الاسلاميين اللي دخلوا السلاح الوجده في الثمانينات. اذا الجزائر علاش كتقلب؟ كتمول الاسلاميين وكتمول اليساريين من اجل قلب النظام ونشر البلبله في المغرب. اذا ما الغرض ديالها؟ وكان كانت يساريه اشتراكيه وبقات غير مع اليسار نقولوا راها في اطار توجهاتها الايديولوجيه. اما وانت تحارب الاسلاميين عندك، وديك الساعه يقول لك مازال ما كاينش الجبهه الاسلاميه، كانوا التيارات الاسلاميه، كانت الحركه ديال ذاك ابو علي ولا سميتو اللي كان طلع للجبل حتى هو، كانوا اغتيالات والى اخره. وبالتالي الجزائر ما تبحث عن اي حجره ترمي بها المغرب، كان اسلاميين كان يساريين كان ارهاب اللي تبتتها ويكيليكس عن طريق السفاره الامريكيه في الجزائر اللي بعثات بقصاصات يعني تم فيها الانترسبسيون. المهم شدوا هاد القصاصات اللي فيها تفاهمات مع الجنرال ايت وعراب اللي كان هو المكلف بمحاربه في المخابرات الجزائريه العسكريه. انا كانت غير وحده، دابا راه قسموهم على شي ثلاثه، ديك الساعه كانت غير دارس. كان هو المكلف، هذا الجنرال ايتو عربي هو المكلف بمحاربه الارهاب، هو يتراسل مع هذو الموقعون بالدم وكيقول لهم غادي نسمحوا لكم بالتحرك على الحدود الماليه بحريه، تنتقلوا على الجانبين بشرط انكم تضربوا المصالح ديال المغرب وخاصه في الصحراء. يعني الارهاب، اليسار، الاسلاميين، جميع الاسلحه استعملوها. اذا الهدف هو المغرب وليس النظام المغربي وليست الصحراء المغربيه.